ده يبقى تاتسويا الاخ الاكبر لعائله شيبويا العسكريه زائعه الصيت، ودي بقى هي ميوكي سان اخت تاتسويا الصغيره. ام سيده العشيره الكبيره قررت تاخدهم في رحله طويله، وهنا بقى بنلاحظ التفرقه بين الاخوات. ايوه، فتاتسويا بيروح مع الخدم في القطر عادي، واخته ميوكي بتركب مع امها الطياره. بيوصلوا لهناك والبنت بتقول لهم انا حاسه اني مخنوقه وعايزه اتمشى شويه. قالت لها خلاص يبقى تاخدي حارسك الشخصي معاكي. احذروا، دي تقصد مين يا جماعه؟ ايوه دي تقصد تاتسويا. الواد لا علم وينفذ يا سيدتي. يا جماعه ده بيقول لامه يا سيدتي. تفرقه وعنصريه بين الاخين بطريقه بنت وسخه. هلا ده انتوا غلبتوا عنصريه بلاك كلوفر يا جماعه. المهم الواد بيطلع مع ميوكي فعلا، والبت بتسمع كلام امها وبتسيب مسافه بينهم، واثناء كده البت بتخبط في شبان لسه طالعين من الجيم باين عليهم، بيقرروا يتعدوا عليها، وهنا كلنا بنتفاجئ. فتاتسويا هو اللي بيقف في وشهم. ميوكي مستغربه، انت مش هتعرف تعمل معاهم اي حاجه، انت ضعيف يا تاتسويا. الراجل الاسمراني بيهاجمه بكل قوته وتاتسويا صدها. ازاي كده؟ ميوكي بتقول له مش انت ضعيف يا عم؟ الراجل قال له ما انت حلو اهو، قابل يلا. بيشمطوا بوكس في التاني وبوم الواد اداله القضيه. تاتسويا اتهور يا جماعه، قال لهم ابعدوا احسن لكم، وبعدها خد اخته ومشي. بيرجعوا على القصر بقى وبيتقابلوا مع الخادمه هاناكاوا. بتطمن على ميوكي لكنها بتقول لها ان تاتسويا اتدخل وحماها. تتخيل ان الام بنت الجزمه دي هتشكره؟ لا والله، دي بتقول له يبدو انك تقوم بعملك جيدا اونيتشان. ام بنت الكلاب دي عايزه تخلي تاتسويا الدرع اللي يحمي ميوكي، بمعنى تاني عايزه يكون الحارس بتاعها. تاتسويا قال لها ده واجب عليا، وبعدين سابها ومشى. هاناكاوا بقى بتقول لها السيده مورا تعبانه مش هتقدر تروح لحفله النهارده، لازم تروح بدل. فعلا البت بتروح والحفله بتعدي سريع 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 كده. واثناء ما هم خارجين بيتقابلوا مع قائد القوات اللي هاجمهم امبارح. بيقول له انا عايز اعتذر منك، انا اسف على اللي جنودي عملوه معاك. تاتسويا قال له لا يا عم ولا يهمك، انا روقتهم لك برضه. يعني يا صديقي ما فيهاش كلام يعني. بعد كده بيطلعوا في رحله بحريه، وميوكي طبعا كانت رايحه عشان تتفسح، صور بقى وكلام بايخ وما الى ذلك. اما تاتسويا فكان رايح عشان يحرسها. واثناء كده الواد بيحس ان في صواريخ اتحدفت عليهم، دلوقتي بيتهاجموا. تاتسويا بيطلع على مقدمه السفينه وبيفتتها باستخدام قوته الانحلال. العقيد الاول بيستجيبوهم بقى وهم بيعرفوه باللي حصل، وبعدها قائد الوحده بيطلب من تاتسويا يزورهم في القاعده. بالفعل تاني يوم بيروح بعد اذن سيدته طبعا، وميوكي كانت معاه. بيشوف تدريبات الجنود ومدى استعدادهم للحرب الجايه، والقائد بيقول له السيده طلبت منا اشتراكك في التدريبات، وريني واشجينا حبيبي. نزل على الحل واخد وضعيته وهوب هجم عليه. قرب فر بس انت بتعمل ايه بس؟ هي واحده من تاتسويا في نص بطنه وبيقضي عليه. بينزل له منافس تاني وواضح كده انه قوي، بيهجم عليه بضراوه وسرعه خرافيه، وتاتسويا بيتفادى يد ورجل وهوبا انت الخسران يا حبيبي. كان هيطلع بقى، بس الراجل اللي تاتسويا ضربه امبارح بينزل على الحلبه. تعالى لي. نزل له فعلا وبمستخدم سحر وانقض عليه. ميوكي لسه هتقول لهم كده غش ممنوع استخدام السحر، بتلاقي تاتسويا هو كمان استخدم سحر وبوم. اعرف مقامك يا كلب انت، انا الكسبان يلا. تاتسويا علم عليهم كلهم، لا جامد. المهم تاني يوم واثناء ما هم بيتغدوا جرس الانذار بيشتغل والجنود بتتاهب. انها الحرب يا صديقي. اخت مورا التوأم بتكلمها من خارج البلاد وبتعرفها ان الحرب دي مش هتخلص من غير تدخل تاتسويا. مورا طبعا كانت فاهمه كل حاجه وقالت لها تمام يا اختي ماشي. راحت لمكان الوحده العسكريه وهناك بتستخدم قوتها على تاتسويا، بتطلب منه يمشي من هنا. ميوكي طبعا بتطلع وراه وبتقول له انت ليه بتعمل كل ده عشاني؟ بتعمل كل ده ليه على الرغم من اني كنت باذيك انا وامي؟ قال لها ده لانك الحاجه الوحيده اللي لازم احميها. قالت له بمعنى ايه؟ قال لها اسال امك وهي تقول لك، وبعدين سابها ومشي. بترجع بقى وساعتها بيتهاجموا كلهم، فالجنود اللي المفروض هيحموهم طلعوا خونه. يا الهي، هاناكاوا بتفعل درع وبتحاول تحميهم، لكن واحد منهم بيستخدم قدرته وبيشتت الحاجز الانبساط. كلهم وقعوا على الارض. جو بيحاول ينقذهم بس انت هتعمل ايه بس؟ دول مسلحين يا باشا. بيقول له عاوز تنقذ اليابان اللي عملتنا زي الكلاب، عايز تنقذ البلد اللي ازدرتك واحتقرتك، ليه بتعمل كده؟ قال لهم جو لانها موطني. يا جو طيب القلب ولكن ليس مع هؤلاء. ميوكي بتغفلهم وهوبا بتجمد واحد فيهم. مارك اتعصب جامد هجم عليهم كلهم. هاناكاوا ضحت بنفسها عشان تحميهم طبعا، لكن واسفا بيتصابوا كلهم. وبعد شويه تاتسويا بيوصل باستخدام قوته بيفتتهم كلهم. بيجري على ميوكي سان بيحاول ينقذها، بس البت خلاص استسلمت للواقع الاليم. بس انت متخيل ان تاتسويا هتسيبها تموت يا صديقي؟ ابدا والله. باستخدام قدرته الرهيبه بيعالجها وبيعالج امها كمان وهاناكاوا. التجدد قدره تاتسويا المخفيه. بيتكلم مع قائد قوات الدفاع بعدها وبيطلب منه يديله بدله حربيه. تاتسويا بيتهور بيقول لهم انا هقضي على قوات الاحتلال كلهم. قالوا له تمام يا عم. جهز نفسه وانطلق مسرعا. ميوكي في الوقت ده سالت امها على حقيقه تاتسويا، فبدات تحكي لها. فمن ساعه ما تاتسويا جه على وش الدنيا واتولد بدون اي ميزه سحريه، كل اللي كان بيقدر عليه هو فك وتركيب الاشياء الانحلال. بس طبعا الكلام ده كان عار ليهم ولعيلتهم النبيله، فامه قررت تزرع جواها ميزات سحريه بالعافيه، حاجه كده شكلها شكل زرع ميزات اوفر هول في جسد شيجاراكي. بس تاتسويا ما قدرش يتحمل الميزات دي كلها، ونتيجه لكده فقد كل مشاعره، فقد انسانيته، فقد احساسه باي حاجه حواليه الا حبه لاخته. فلو لاحظتم هي الوحيده اللي كانت تاتسويا بيعاملها كويس ويهتم لامرها، ده حتى انه عالج امه هاناكاوا بس عشان خاطر هي طلبت كده. ميوكي اتصدمت، انت ليه عملت كده؟ هو مش ابنك يا وليه؟ هاناكاوا
كاوا طبعا كانت فاهمه كل حاجه، فهي كمان اتعدل على جسدها وبقت تهدف لحمايه الانسه مورا فقط لا غير. يا الهي، قسوه هذه العائله ليس لها مثيل. هاناكاوا بتقول لها انا لازم اساعد تاتسويا. لاول مره يا جماعه هاناكاوا تعمل حاجه عشان خاطر هي عايزه كده، مش عشان مورا طلبت منها ولا حاجه، لا، فهي على طول كانت بتسمع كلام السيده مورا فقط لا غير. لكنها دلوقتي اتحررت، وفي نفس هذه الاثناء غواصات قوات الاحتلال بتوصل وبينزل منها الجنود العساكر. اما السفن الحربيه فهي ولا بتضرب عليهم صواريخ بحريه. الواد طور سلاحه وطوله 3 متر قدام، وبرضك الهدف لسه بعيد. هاناكاوا بتيجي وبتفعل درع عشان تحميهم من اثر الانفجار، وتاتسويا بيجهز نفسه للمره الثانيه، بيضرب عليهم وبعدها باستخدام سحره بيفجرهم وهم لسه في الهواء. بوم. وبعدها هاناكاوا يا صديقي بتقع على الارض. تاتسويا كان هيعالجها لكنها رفضت، قالت له انا عايزه اموت كبشريه، مش عايزه اكون آلة في ايدين حد، ارجوك ما تحرمنيش من الموتة اللي بتمناها. وفي الاخر لحظه يا بنتي والله تاتسويا قرر يحترم رغبتها ويسيبها وما يقتلهاش. وبس كده، انتظرونا بعد غد في ثاني حلقات الانمي الرهيب سولو ليفلينج، وده طبعا لو كنت عايز تشوفه عندنا هنا. ويلا يا عم، سلام.